داخلين الفترة الجاية على موسم أفلام جامد جدا. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. هنتكلم عن افلام عيد الفطر اللي نزلت، وطبعا في السينما بقى لها اسبوع او اكتر. فإن زي ما احنا كنا متوقعين ان افلام اللي تعمل اعلى ايرادات زي ما قلنا فيلم سيكو سيكو اعلى ايرادات، والافلام التانية بعديها فيلم مدرسه الصفا لعلي ربيع، والتالت فيلم نجوم الساحل، والرابع فار بسبعة ارواح. الموسم ده الافلام عيد الفطر ده يعني ما فيهوش نجم سوبر ستار نزل في الموسم ده. كان فيه تامر حسني الفيلم بتاعه، بس الفيلم بتاعه اتأجل، اللي هو هينزل 29/5، هينزل قبل العيد الكبير بأسبوع أو في العيد الكبير. أخروا في البوست برودكشن في مرحلة المونتاج، فالمونتاج الإعلاني والمونتاج الفيلم اتأخروا فيه، فالفيلم أجلوه اللي هو ينزل في العيد الكبير. وانا اتوقع يعني رايي برضه لو كل الافلام دلوقتي بقت تتجه الصناع ان انت موسم رمضان لسه مخلص مسلسلات وكده، بيبقى ايه مفيش سياق للافلام وكده، لسه طالعين من موسم رمضان والدنيا بتبقى هاديه شويه مريحه، فهم بيضطروا يعملوا افلام وتنزل في العيد الكبير. طبعا العيد الكبير طبعا داخل على العيد الكبير واجازه كبيره والصيف، الفيلم ممكن يستمر من العيد لاخر الصيف، فبيعمل مشاهدات وايرادات عاليه. فده رايي في عم بيحصل يعني، ده رأيي البسيط، أتوقع كده يعني. فالأفلام طبعا عندنا، طبعا قلنا الأفلام 4 أفلام العيد مفيش نجم سوبر ستار نزل، كلهم مأجلين نفسهم للعيد الكبير والصيف. طبعا العيد الكبير احنا داخلين على الأفلام كلهم نجوم صف أول. عندك طبعا النجم تامر حسني بفيلم ريستارت ده هينزل خلاص، اتأكد الميعاد هو هينزل 29/5 قبل العيد الكبير أو في العيد الكبير يعني. كده كده هو نازل. الفيلم برضو اللي نازل شفنا اعلانات، طبعا فيلم تامر حسني ده نزل في السينمات، خلي بالك الاعلان نزل في السينمات واحنا شفنا اللقطات بتاعته، اللي هو برضو تامر حسني دايما النت هيقطع وعايش من غير نت، وريستارت ده ليه علاقة بالنت وكده، انت راستر الراوتر. عرفنا شوية معلومات، وباسم سمرة وهو بيحب أنا الزاهد وهيتجوزها. عرفنا شوية معلومات من الإعلان البسيط اللي نزل في قاعات السينما. واللي برضه كان فيه إعلان لفيلم أحمد فهمي وأحمد السقا عاملين فيلم، تقريبا الفيلم ده كوميدي برضه. الفيلم ده هيبقى كوميدي وهينزل في العيد الكبير. فعندنا دلوقتي نجمين، عندنا تامر حسني وعندنا أحمد فهمي وأحمد السقا، اللي الفيلم بتاعهم أحمد وأحمد، اسمه أحمد وأحمد، نازلين في العيد الكبير. فاحنا داخلين على افلام قويه جدا. واعلنوا برضو اعلان المخرج بيتر ميمي اللي هو هينزل بالفيلم بتاعه في العيد الكبير برضو في مايو، فيلم من بطوله كريم عبد العزيز، ومعاه بقى مجموعه من النجوم، اياد نصار وهنا الزاهد وياسمين صبري، مجموعه من النجوم كتير. اسمه مشروع اكس. مشروع اكس ده تقريبا اللي هو كان الفيلم اسمه، كان الاول اسمه الارض السوداء، دلوقتي بقى اسمه مشروع اكس. الفيلم ده متكلف تكاليف قويه جدا، طبعا بانتاج سعودي، انتاج هيئه الترفيه. والفيلم دوت يعني ايه معمول فيه امكانيات. الفيلم ده اصلا نزل مخرج نزل بوست اللي هو الفيلم ده معاه من 2018، بس ضعف الانتاج ومفيش ظروف انتاج قدرت تنتجه، فاجلوه لغايه ما يلاقوا امكانيات. الفيلم ده طبعا متكلف ونازل بتقنيه الاي ماكس، اول فيلم مصري ينزل بتقنيه اي ماكس، هي الشعارات الكبيره، دقه في التفاصيل ودقه في المعلومات، صوره وديتيلز بقى. فالفيلم نازل والبوستر بتاعه، شفنا البوستر بتاعه بس تقريبا ده مش البوستر الرسمي. فالفيلم شكله قوي جدا، وشكله فيلم اكشن قوي جدا جدا جدا. طبعا بيتر ميمي كان متعاون مع كريم عبد العزيز قبل كده في فيلم بيت الروبي اللي عامل اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه، وده تاني فيلم يعمله معاه. وطبعا عامل معاه مسلسلات، عامل معاه الاختيار 3، وعامل معاه الاختيار 3 والاختيار 2 و3، وعامل معاه مسلسل الحشاشين بتاعه، كان آخر أعمال كريم عبد العزيز. ودلوقتي بيعمل فيلم معاه مشروع إكس، ولسه في أفلام كتيرة نازلة برضه مع بيتر ميمي. طبعا معانا سلسلة كبيرة من الأفلام نازلة هتكسر الدنيا شكلها. داخلين على موسم قوي جدا، موسم العيد الأضحى والصيف، ففي افلام كتير. وعندنا طبعا فيلم ذا سيفن دوجز، الفيلم الانتاج هيئة الترفيه، واللي هو فيلم اصلا مخرج بتاعه اجنبي، اللي هو كان مخرج باد بويز، فيلم اكشن قوي جدا. وكل شويه ايه بينزل لقطات لمستشار تركي آل الشيخ، بينزل شوية حاجات من الفيلم، تسريبات بسيطة، يقول لك الفيلم فيه تفجيرات مش عارف ايه، حتى كله ده إعلانات للفيلم بتاعه اللي هو عامله سيفن دوجز. ولسه برضه في فيلم في العيد الكبير تقريبا هينزل لأحمد عز اسمه فرقة موت، ده فيلم أكشن برضه، مش عارفين بقى هينزل في العيد الكبير ولا لسه هينزل في الصيف. فداخلين على موسم قوي، كل السوبر ستار نازلين في الفيلم،
وممكن كمان محمد رمضان تلاقيه نازل بفيلم الأسد بتاعه ينزل برضه. فداخلين على أفلام كلها ضرب نار. قاعات السينما هتنفجر. سعر التذكرة هتبقى بكام أصلا في قاعات السينما طبعا بمناسبة الأفلام، فطبعا كنا البرنامج اللي كسر الدنيا في رمضان على السوشيال ميديا واليوتيوب، وهو كان برنامج قطايف لسامح حسين. سامح حسين كان عامل برومو، احنا اتكلمنا عن الفيلم بتاعه اللي هو فيلم استنساخ. الفيلم ده كان معمول له عرض خاص، والعرض الخاص اتلغى، مش عارفين الظروف، هل بسبب الحرب في فلسطين ولا الفيلم اترفض من الرقابة، مش عارفين اللي حصل. الفيلم كان المفروض يتعمل له عرض خاص امبارح وعرض اتلغى، والفيلم المفروض كده يا إما ينزل يا إما هيتشال من السينما، مش عارفين ايه اللي هيحصل فيه. والفيلم كان عامل له برومو طبعا، نازل الأول بتريلر بسيط، بعد كده تريلر إعلان رسمي. شفنا معلومات عنه وهو بيعيش بقى في إيه، جو البرمجة والذكاء الاصطناعي والحروب ما بين العالم وطبعا الناس اللي ما يتسموش اللي احنا عارفينهم. فبيعيش عصور كتيرة، والذكاء الاصطناعي أغلب طابع العالم فيه الذكاء الاصطناعي وحرب التكنولوجيا. فدي أفلام تقريبا، دي الأفلام أصلا اللي اتجه منها العالم من زمان، دلوقتي بقى أغلب الناس بتتجه لصنع الأفلام دي. فده فيلم سامح حسين اللي مش عارفين هل الفيلم هيتعرض ولا لأ، وأنا متحمس أشوف الفيلم. يعني عجبني حاجات منه بسيطة في الإعلان، فإن شاء الله أشوفه. طبعا أفلام العيد بتاعت عيد الفطر الإيرادات بتاعتها نزلت. فيلم سيكو سيكو معدي ال 14 مليون، ومدرسة الصفا معدية ال 4 مليون، ونجوم الساحل معدي داخل على 2 مليون، وفرد داخل على مليون، يعني فرد 7 أرواع. فطبعا زي ما احنا توقعنا الإيرادات هتحصل كده، فده حصل في الواقع. احنا مكناش عارفين، بس ده كان توقعات يعني بالشكل العام والإعلانات وكده، فده كان توقعات. أفلام زي ما احنا قلنا داخلين على موسم أفلام قوي جدا، من بداية العيد للصيف بقى هيدخل شلال أفلام. هي السنة ديت، السنين الجاية في إنتاج كتير من أفلام برعاية هيئة الترفيه، فداخلين على موسم قوي جدا من الأفلام. والأفلام يعني إيه، برضه بجانب الأفلام العربية في أفلام أجنبية، سلسلة أفلام نازلة جدا قوية جدا. بداية من شهر 6 هنعمل لكم حلقات الفترة الجاية عن الأفلام النازلة. سلسلة أفلام عالمية نازلة السنة ديت، من بداية من شهر 6 وشهر 7 هينزلوا بقى أفلام الأجزاء الجديدة بتاعتها، فإن شاء الله هنشوف. وجون ويك عامل برضه فيلم جديد، جزء جديد له. ويعني حاجات كتيرة نازلة الفترة ديت. فبس لو عجبوا الحلقة متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. في بس تنبيهات، تابعني على كل السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن، في الكومنتات. توقع ايه الفيلم اللي انت متحمس له، وايه افضل فيلم انت عايز تشوفه الفترة الجاية من اللي احنا قلنا عليهم ده. فاكتب لنا في الكومنتات. بس اشوفكم حلقة جديدة. سلام.